باب السلسلة وباب الحديد والقطانين والعطارين أسماء أحياء ألفتها في مدينة فاس المغربية، لكنني فوجئت بوجود الأسماء نفسها وعلى طراز معماري لا يختلف كثيرا في دروب القدس العتيقة التي تحكي رغم قيود الاحتلال قصة تضامن عربي حقيقي. رافق الحملة التي جاءت مع صلاح الدين الأيوبي عدد كبير من القادة المغاربة بقوا في القدس وسكنوا في هذه المدينة. كان مقر سكناهم حيا حمل اسم المغاربة محاذيا لحائط البراق، أصبح أول هدف للاحتلال بعد ساعات قليلة من سقوط المدينة. وبدأت عملية الهدم ثاني يوم 11 حوالي الساعة 2 ولا شيء بعد الظهر، وإذا في مكبرات صوت في الحي. الجنود بيقولوا إنه اللي على سكان حي المغاربة إنهم يغادروا بيوتهم حالا خلال نص ساعة، واللي بيطلع من بيته مش مسموح له يرجع. ولم يبق من الحي الشهير سوى زاوية المغاربة، حيث تقيم مجموعة قليلة ممن عايشوا عملية الهدم مع أبنائهم اللاجئين في مدينتهم. بعد 67 هاجر كثير مغاربة، هاجروا إشي راح على سوريا، إشي على لبنان، إشي راح على الأردن، إشي ظل هون، بس الأغلبية يعني بدك تقول 70% طلعوا، يعني 30% اللي ظلوا موجودين بفلسطين هون. ومن بين الذين بقوا أسرة آل العلمي، أحد أشهر الأسر المقدسية، كما بقي إلى جوارهم القائد المغربي محمد العلمي الذي دخل القدس على ميمنة البطل التاريخي صلاح الدين الأيوبي. جدنا محمد العلمي كان يعني يعتبر من الفاتحين اللي حرروا بيت المقدس وفلسطين، ونحن لنا الفخر بذلك. ورغم أننا نحن فلسطينيو الهوى والهوية، إلا أننا نعتز أيضا بكوننا من أصل مغربي، المغرب التي صدرت الفاتحين والقادة العظام الذين شاركوا في تحرير بيت المقدس. مغاربة القدس كباقي إخوانهم المقدسيين دفعوا ثمن احتلال استأصل حيهم بالكامل وهدم البيوت على رؤوسهم وحاصر مدينتهم، لكنهم يذكرون أن آباءهم وطئوا هذه الأرض المقدسة لأول مرة لتخليصها من احتلال صليبي لم يكن أقل دموية أو عدوانية. محمد العلمي.